في ناس بتفتكر إن الرياضيين عمرهم قصير وإنهم بيكسبوا شوية فلوس وبيختفوا من الساحة، بس الحقيقة إن في رياضيين قدروا يبنوا إمبراطوريات من الثراء، مش بس من الرياضة، لكن كمان من الاستثمارات والإعلانات والبيزنس. الفيديو ده هياخدك في جولة مش عادية وسط أغنى 10 رياضيين في التاريخ، اللي مش بس لعبوا كويس، لا دول كمان عرفوا يستغلوا شهرتهم ويبنوا ثروات خرافية، ملايين الدولارات، قصور، سيارات فارهة وشركات عملاقة. وعلشان نكون منصفين، مش هنحسب بس الفلوس اللي كسبوها من الرياضة، لكن كمان الأرباح اللي جمعوها من الشغل بعد الاعتزال. استعدوا تشوفوا أسماء كبيرة، يمكن تتفاجئ بمين في المركز الأول. رقم 10، كيفن دورانت، 24 مليون دولار. كيفن دورانت أو كي دي واحد من أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ كرة السلة الحديث. طوله، خفته ودقته في التسديد خلوه كابوس لأي مدافع. بدأ مشواره مع سياتل سنة 2007، وبعدها بقى نجم أوكلاهوما سيتي، وبعدها لمع أكتر مع جولدن ستيت ووريورز وكسب معاهم لقب الدوري مرتين. دورانت مش بس نجم في الملعب، ده كمان بيزنس مان شاطر. عنده شركة استثمار اسمها 35 Ventures، استثمرت في شركات ضخمة زي بوستميتس وكوين بيس. بجانب كده، ليه عقود إعلانية مع نايكي بتدخل له ملايين. وبعيد عن الرياضة، بيشتغل في إنتاج الأفلام والبرامج الوثائقية. الراجل ده بيعرف يستغل كل فرصة، وعقله الاستثماري مش أقل عبقرية من لعبه. رقم مسيع، شاكيل أونيل، 500 مليون دولار. شاكيل أونيل المعروف بالشاك، واحد من أعظم لاعبي السلة في تاريخ ال NBA. طوله الكبير وجسمه العملاق خلوه مرعب تحت السلة. لعب مع فرق كبيرة زي أورلاندو ماجيك، لوس أنجلوس ليكرز وميامي هيت، وكسب 4 بطولات دوري. بعد الاعتزال، شاك استغل شهرته وعمل بيزنس ناجح جدا. عنده استثمارات في مطاعم زي بابا جونز وأونتي آنز، وبيمتلك صالات جيم ومحلات تجارية. غير كده، شاك بيشتغل كمحلل رياضي في برامج مشهورة، ووشه مألوف في إعلانات التلفزيون. شخصيته المرحة وذكائه الاستثماري خلوه واحد من أغنى الرياضيين في العالم. ثلاثين، روجر فيدرير، 550 مليون دولار. روجر فيدرير نجم التنس السويسري وأحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ. بأسلوب لعبه الأنيق وضرباته السلسة قدر يكسب قلوب الناس في كل حتة. فيدرير كسب فلويد ماي ويذر، 21 مليار دولار. فلويد ماي ويذر بطل الملاكمة الأمريكي، معروف بإنه ماني، وده اسم على مسمى. ما خسرش ولا ماتش طول مسيرته، وسجل له المثالي 50 السير، خلى منه أسطورة حقيقية. ماي ويذر كان ذكي جدا في اختيار النزالات، وكان بيكسب ملايين من كل واحدة. نزال واحد بس مع كونور ماكريغور دخله أكتر من 150 مليون دولار. غير كده، بيعمل فعاليات ملاكمة تحت شركته ماي ويذر بروموشنز، واستثمر في العقارات والشركات. شخصيته المثيرة للجدل وخبرته في التسويق خلوه من أغنى الرياضيين في التاريخ رغم اعتزاله من سنين. 5، ليونيل ميسي، 1 مليار دولار. ميسي البرغوث، معجزة كروية من الأرجنتين. لعب لسنين طويلة مع برشلونة، وكسب معاهم كل البطولات الممكنة، من دوري أبطال أوروبا لليغا وكأس العالم للأندية. مؤخراً كسب كمان كأس العالم 2028 مع الأرجنتين، وده زود قيمته السوقية أكتر. ميسي عنده عقود ضخمة مع أديداس، بيبسي ولويس فويتون، غير راتبه الضخم من إنتر ميامي. الراجل مش بس موهوب، لا ده رمز عالمي لكرة القدم. عنده استثمارات في الفنادق والمطاعم وشركة إنتاج خاصة به. ميسي مثال حي للاعب اللي حافظ على تواضعه ونجاحه في نفس الوقت. 4، تايجر وودز، 1 مليار دولار. تايجر وودز نجم الجولف الأمريكي، واحد من أكثر الرياضيين شهرة وتأثيراً في العالم. بدأ وهو طفل صغير، ومن أول يوم وهو بيكسر التوقعات، كسبا أكثر من 15 بطولة جراند سلام في الجولف، وكان لفترة طويلة رقم 1 عالمياً. تايجر وودز جمع ثروته من الفوز بالبطولات ومن الإعلانات، خصوصاً مع نايكي ورولكس. كمان استثمر في شركات رياضية وسياحية، وبيمتلك منتجعات جولف فخمة. رغم الفضايح الشخصية اللي مرت عليه، رجع تاني بقوة وفضل على القمة. تايجر هو الدليل إن الإرادة بتكسر أي عقبة.